مثقفة. بس مشيت كثير سريع. أنيق؟ ابطأ هيك، خلي الناس تشوفني اني قاعد هيك على مهلك شوي شوي كمان مرة. ماشي. لا لا. الشركة سبعة والناس وجوه قبيلة الشمس. تقطع بس. ناكل من هون. لا؟ ناكل من هون. ها؟ مش عارف منيح يعني. تقدر توقف هناك عند الباب مباشرة. الضيوف اللي بيفوتوا بس تاخذ خليك واقف شوي خذهم شوي أول ما يعني هاي من الصف هيك واقفين فوقف الباب بيسلموا يكون بس ما فوق النص بيناتهم. وين؟
قياسات بينية. قياسات بينية. بس أنا بلاقي له طريقة. ما تشوف. مسكين أوراقي وأنا باخذ.
ليش تحياتي؟ مش بالسابق ولا سمع
السلام عليكم. بعد تجيبوا في سيارة من مرات تسمع هواء، سيارة فيها ليوم ورجلكم. تسمع على هذا السيارة، لكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور والأخوات الكرام، وعلى حسب هذه المناسبة المسمية بالحمد لكن صحيح القلب وكذلك تصنع القلب أحسن من المسؤول أو يشكر على حضور هذه الليلة المباركة تكون مصدرة بهذه المناسبة لأن السبت الماضي الهيئة العامة اتخذت قرارها بأن تجدد المحبة للجمعية الكريمة. الحمد لله كنا سنكون عائلة واحدة ندعم بعضنا بعضا لرفعة المجتمع الشامل عاليا والعالم ينقص الفوق العالي، ونتحدى جميع الجمعيات الأخرى في المملكة في مدى التناغم والمحبة فيما بيننا. شكرا لك على حضوركم واهلا وسهلا بكم.
لا لا مش هذا شغل عليه.
عجيبة.
ولد ما عجبني شوف واحد موجود انا
يجوا برضه زيارة ثانية من يوم السبت. ما حدا يقول زراعة القدس جا واحد قال 8 شهور من السنة جا من المغرب لها راسي الله يبارك فيك. شكرا. جبتوا الأمور بيعمل سافين ايوه يا سلام هلا انا حكيت والله وقت الشوارع. يلا ناخذ الهوزاني ها
فين؟ واحد يقسم واحد يقسم فيها ولا 50 Thank
كيف حالك؟ بالمهاجرين هو بس اكثر يصير
لا بس كمل التصوير وبعدين شو مالها؟ شو مالها؟ خير شو في؟ السلام عليكم. حياك. تفضل 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 تفضل. السلام عليكم. منورين. مرحبا. منورين منورين. مش يعني دائما يا زلمه انت شباب ولع ولع. مساء الخير مرحبا. كملوا حكيكم عادي. كملوا الحديث عادي. صورة ولا فيديو؟ مسكناكم. منورين. مرحبا. مساء الخير. أقرب من هيك صار. منورين منورين. الحمد لله الحمد لله. الله يسلمك. إذا ما لا لا. إذا ما هذا الطريق كل شهر. كملي كملي عادي. مسيكم بالخير. بدك تحكي كلمة؟ بدك تحكي شيء؟ ها؟ هينا قاعدين عاقلين. ما بدي يحكي. مساء الخير. مبروك. منورين.
باشا أشوف الباشا في الدين. خير الدين. السلام عليكم. مساء الخير. ترتاح أكثر بالعربي ولا بالشركسي؟ تبدأ بالشركسي تبدأ بالعربي. ما عليك، بدك تحدثنا عن رأيك بالانتخابات الجمعية الخيرية الشركسية المركز، وما هي تطلعاتك مع الهيئة الإدارية في المستقبل وأعمال الجمعية وإدارتها؟ اولا بدي احكي باللغه الشركسيه حقيقه. شفت حاضر تساؤل لجندي في اديا لحجر لشوف سابقا اشتاقا نيبمرا وزوا في اديا كاسا تابا اديا برزجة وزور سابقا كاسم سوجاو تبريك تجرما يا فتاسة تجرما كبانا يحكما هاجرني تحبون ولا هاجرون متكسر سابا سشو سومجي سبشن خاي
هذه سبت أتمنى هذه بالزاف إلى أتيتم هذه يقول زوجة من دنيا تيتر ونزل شخصنا زرت شخصنا نحن دغوت زفقنا نحن زرتنا نحن زدي أجنو زدي أنفايم تديئو جافدو حمل وما تشوهوا مفتاحها في هذه كانت شانكر شوف ثلاثة شانكر يا أخي شنو أعيد وأكرر أقول أن حقيقة الجمعية في هذه المرحلة تمر بمرحلة صعبة جدا إذا جاز التعبير أن تمر صعبة جدا فيما يتعلق في الموضوع بشكل عام. كما تعلم أخي الكريم الموقف بالنسبة للمنطقة ككل، احنا كمجتمع شركسي في هذا المجتمع الطيب الحبيب لنا دور كبير، تركوا لنا أثر طيب أجدادنا وآبائنا، ويجب أن هذا الأثر نحن أيضا إن شاء الله نقوم بهذا العمل الطيب لكي نورثه إلى أبنائنا في المستقبل وأحفادنا في المستقبل. أعتقد أن الهيئة الإدارية الجديدة ومجلس الإدارة الجديد لهذه الجمعية المركز الأم عليه مسؤوليات جسيمة في هذه المرحلة، ولكن ما شاء الله التناغم الذي أنا لاحظت بوجودي في الهيئة الإدارية الجديدة بين حضور المرأة الشركسية، وهذا طبعا معروف عن المجتمع الشركسي، نحترم جدا المرأة ونقدرها. كذلك التناغم بين الشباب بين الأصالة والمعاصرة، وهذا مطلوب أيضا في مثل هيك مجلس، فأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، ويجب علينا جميعا أن ندعم هذا الفريق للوصول إلى ما نأمل وما نصل إليه كمجتمع شركسي في هذا المجتمع الطيب بقيادة جلالة سيدنا شكرا جزيلا. مش الحال؟ مش الحال. دقيقة شوي. بس امسكني هذا شوي. نحاول خلاص؟ شو طلع مش عارف. والله انا شايف ضجه كثير ضجه وغير يمكن كمان يعني الصوت هو كان في طبقات كبيره وطبقات بيوضع. ما شنو ما في نت مايك؟ ما في نت مايك. في نت مايك بس ما بتبع هذا. ما بتقد؟ ما في شيء وايرلس؟ ما في. بدي اجيب بس لحد ما نجيب ان شاء الله المرات الجايه. يعني ما بتكون مقابله، يعني انا ليش قاعد اطلع بالقيافه دي حتى اذا طلع صوته ما هذا مش حلو عشانكم، عشان بس يكون طلع بس بس ما بدي احمد حبيب اليوم درنا هناك الله يسامحك. مين درنا؟ درنا عهد وقال لي يلا اعمل. بدي اعمل معاه. بدنا اعضاء الهيئه الاداريه بس بدنا مدير. اظن ان الفريقين حطوه لانه صوته داخل صوته كثير جمهوري. الناطق الاعلامي عندهم جندار. خلي الجندار يحكي.
ممكن، بس انا ليش عم بحكي هسه عشان الصوت، لأن الصوت هذول كثير جهوري. وقتك عندي انا والله عشان شوي بطولة جاهز. انا ما اقول لك معاك في غرفة الدفتر كل الصورة ما عم بطلع خلص انسى انسى انسى. الصوت مش مظبوط، الصوت مش مظبوط، ما عم بيطلع مظبوط لانه في ضجة كثير. فاذا بدك تعمل مقابلة لازم يكون في مكتب فنشي. شو رأيك؟ يسلموا على العالم ويسكتوا على العالم. ما في حتى لو في ضجة هذا الصوت ما يا دوب عم تسمع يعني. ليش مش حلو تكون
البيت يطلعوا اليوم يلا على البيت. طبعا انت قاعدين أهلا جندار أول من وقت الانتخابات بشوفه على الباب أقول له حبيبي انزل لحالك تكفي هذول كلهم تكفي ايوه انا صحبه انا وعمه بعرفوه هذا جانس مش عمه اللي كان بالمطار بالملكيه كان صيانه الطائرات هذا مش ابونا الجار والمسير عمر متالة سمير متالة بتعرفهم؟ هذا بتكون ابن عمه. انا فكرته وانشو؟ وفي له اخو كنت اصبح له اياه بالجامعه هذا تبعه
تبع الشيخ سعد. طيب. فابوه كان او مش ابوه، في اخوه لاجانتي كانوا يقولوا لي هذا نجار فنان بسوي هذا وبربط ربطه هيك شعراته طوال. خلص المقابلات مش موضوع. ما بتعرف ابوه انت؟ بعرف حكيت له مسلم يمكن نعمل معاه نجار ما بعرف. شو بيشتغل ابوه؟ متوفى ابوه. جبل عمان كان مسافر. او اني انا بشبه عليه بواحد ثاني مش عارف. هسه بسألك اياه. مين؟ هو واحد شنو؟
مساء الخير باشا، الله يعطيك ألف عافية. تعطينا عن رأيك بالنسبة لانتخابات الجمعية الخيرية الشركسية المركز، وما هي توصياتك للهيئة الإدارية الجديدة؟ شركتها بالعربي بدك بشركة ولا بالعربي؟ ها؟ هذه قاصدة. أنا أقول كده غها كساو نغم ويا وبد وكوغو وبدار وكوغو وندور فلا أقول كده غها نبجوه الكدو كساو نغر ياو يا ما كرداكو يا دغر فرامي غبسو أدي بن نرشاغو ساغو نغر يكدو يغبسو من يوم زكاة هذا زكاة حار هذا شوار أكو جوش هذا كوخ اللي بجو أدي بنكه وده ما هو فرق وما وتفاصل أو قد غزنورا رجعتنورا كوتاري خكونورا ذكري كري وساغون غم يا بيش شام ساغون غم قد يغتاغونوس يغتاغون غم قد يغسروس در ساغون كويس در كويس زكاة دموع وفوضي كدو تذكروا فيه اللهم الحمادو تكرار وفوضيو تغيو تغيو تبقيو أبقى بوكو أبقى فارقيشتو تكحل كدو كسر ما صار هم يغبطو أدي غبنهم بقى كوشار مش حبكة حدا هذا كوخ أبقى توقع تغيغها ساوي تغيغها ساوي نغر كد ساوي نغوي أنا داكس اللهم كفوقة تغيغها وساوي نغر يكدو وساوي نغر يكدو دي بيجي فوق كدو دي فوق دارو دي بير داكو دي ماكور داكو دي جوش داكو وفوق ديو فكو درسمي دسكتسكمي دزكتم ساوي يكدو ساني دكبس ساوي نغم بنام قيمة الشهر وساوي نغرا وساوي نغر قيمة الشهر قام دي قيمة وشاو ذكر وساوي نغر حشرات خرزم عطفت الدكتور أحمد شركس، الله يعطيك ألف عافية. بالنسبة لك ما هي توصياتك للهيئة الإدارية الجديدة، وما هو رأيك في انتخابات الجمعية الخيرية الشركسية المركز؟ الواقع لا يسعني أولا إلا أن أتقدم بالتهنئة للأعضاء الجدد والتمني لهم بأن يوفقهم الله لحمل الرسالة التي بنيت على جهود طويلة من الكفاح الاجتماعي الشركسي التاريخي، وتطلعي أو أملي هو أن تستمر الجهود في تحسين الأوضاع وازدهار الجمعية من خلال جهودهم. وإن كان لي أن أبدي ملاحظة سريعة، وهي أرجو أن يؤخذ بالاعتبار خصوصية الشريحة الشركسية في الأردن وتميزها وتكاملها مع المجتمع، وأقترح أن تأخذ بالاعتبار توصيات وقفية بما تملك من إرث مادي وعقارات وأراضٍ وجهود وكفاءات لخير الأجيال القادمة، لحتى يتمكنوا من أن يستمروا في المساهمة في تكامل وبناء المجتمع الأردني الذي هو وطنهم الأول إن لم يكن الثاني. وشكرا. تفضل. يلا. سعادة النائب عدنان مشوقة، الله يعطيك ألف عافية. كعضو هيئة عامة، ما هو رأيك في انتخابات الجمعية الخيرية الشركسية المركز، وما هي توصياتك للهيئة الإدارية الجديدة؟ أنا حقيقة يوم الاقتراع السبت الماضي جيت وحضرت الاقتراع واقترعت
يعني طريقة تنظيم الانتخابات هون في الجمعية كانت رائعة جدا جدا، وبصورة ديمقراطية وصورة إدارية رائعة جدا. واللي فازوا إن شاء الله تعالى بيستاهلوا هذا الفوز، واللي ما حالفهم الحظ إن شاء الله تعالى هم كمان فائزين، لأنه هم أبدوا عن نيتهم لخدمة المجتمع، فيؤجروا على نيتهم حتى لو ما فازوا في الانتخابات، لكن عند الله سبحانه وتعالى هم فائزين. وأقول للهيئة الإدارية اللي استلمت هذه الأمانة، أمانة الجمعية الخيرية الشركسية وأمانة المجتمع الإسلامي وأمانة المجتمع الشركسي، الله يعينهم على الحمل اللي هم فيه. إن شاء الله تعالى ربنا يوفقهم في هذا الحمل اللي هم فيه ويعينهم على هذه الأمانة، لأنه أمانة ما هي هينة، أمانة الواحد بده يشتغل للمجتمع، بده يقدم من وقته، من جهده، من ماله، من أعصابه عشان يخدم المجتمع. وعلى الأغلب كثير من الناس ما بيقدروا العمل المجتمعي هذا أو العمل الخيري، فاللي بده يجي يقدم بده يخلي أجره عند الله سبحانه وتعالى ويحتسب هذا الجهد عند الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى ربنا يوفقهم، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير قناة نارد. شكرا. الله يحفظكم. دكتور محمد خواج، الله يعطيك ألف عافية. كعضو هيئة عامة، ما هو رأيك في انتخابات الجمعية الخيرية الشركسية المركز، وما هي توصياتك للهيئة الإدارية الجديدة للتعامل مع الأحداث المستقبلية بما يخص الجمعية الخيرية الشركسية بأفرعها؟ والله الحقيقة كانت عرس ديمقراطي، وكانت بطريقة راقية ومرتبة، والكل كان يعني حابب يشارك، وكانت المشاركة جيدة. وبنتأمل من المجلس الجديد أنه يحاول الاستفادة من الخبراء المختصين. يعني هون أنا بحط خطين تحت الخبراء المختصين، وليس كل من ادعى بالخبرة أو الاختصاص أنه ينفع لمجتمع، لأنه العمل التطوعي بده إيمان وبده قناعة ويكون عنده عن جد الخبرة عشان يؤدي الواجب المتوقع منه. وإن شاء الله تستفيد من خبرة الأعضاء المنتخبين الجداد
وعلاقتهم مع المجتمع بكل أطيافه. إن شاء الله يقدروا يختاروا مجموعة جيدة تكون سند لهم ومستشارين ويدلهم على الطريق الأفضل للمستقبل للمجموعة والمجتمع بشكل عام. وإن شاء الله تمنياتنا بالخير. يلا يعطيك العافية أبو باشا. تعال كبر راسك بالحكي يا تسعة. تعال كبر راسك بالحكي. تفضل باشا. اهلين يا هلا على الواقف ولا هلا انا راح اسال باشا خير الدين عكوز، الله يعطيك الف عافيه. كعضو هيئه عامه، ما هو رايك بانتخابات الجمعيه الخيريه الشركسيه، وما هي توصياتك لاعضاء الهيئه الاداريه الجدد بما يخص مستقبل الجمعيه الخيريه الشركسيه بافرعها؟ الله يعطيكم العافيه في البدايه، وكل فخر واعتزاز في تلفزيون نارت، ونسال الله العلي القدير انه ربنا يعطيكم الصحه والعافيه ونسمع الاخبار الطيبه دائما وابدا عنكم. انا بدي اتحدث عن كوني من الهيئه العامه وكوني رئيس المجلس العشائري الشركسي حقيقه في مجالين. هيئه عامه، الانتخابات اللي صارت كانت حقيقه ترفع الراس، وانا في البدايه اول ما وصلت التقيت مع مندوبين وزاره التنميه الاجتماعيه، كانوا في حاله منزعجين شويه صغيره عن الامور اللي قاعده تتم في البدايه، لكن حقيقه فيما بعد ارتاحوا كليا، ارتاحوا نفسيا وارتاحوا بالنسبه للعمل ايضا، لانه الشباب والصبايا اللي كانوا موجودين وكل اللي اجوا كبار العمر والشباب كلهم اللي اجوا حقيقه كانوا مصدر تعاون وكانوا ثقه وحابين انهم يوصلوا الافضل الى الجمعيه، لانه الصحيح جمعيتنا تحتاج الى هيئه اداريه حاليا انها تكون قويه حتى تستطيع انها تعالج نقاط الضعف اللي موجوده. انا ما بقول انه في الهيئه الاداريه الفلانيه او الهيئه الاداريه الفلانيه، بالعكس كل الهيئات الاداريه كل واحد بيشتغل بظهر منه نقاط ضعف معينه، فكل الهيئات الاداريه اللي تعاقبوا على هذه الجمعيه فيهم من اجاد وفيهم من صار في عنده نقاط ضعف معينه. انا رجائي من الهيئه الاداريه الحاليه اولا يعالجوا موضوع الاستقالات. انت فريق جيت متكامل هون وتعاهدت على اساس انك تخدم هذه المؤسسه، لانه اللي بيجي على الهيئه الاداريه سواء رئيس او سواء عضو هو جاي يخدم المؤسسه، ومن خلال المؤسسه يخدم المجتمع الشركسي وبالذات الهيئه العامه لهذه الجمعيه. جمعيه بنوها الاجداد، بنوها الآباء، بذلوا جهد كبير جدا، وهذا الجهد يستحق كل احترام وتقدير مننا. هذا الجهد يستحق أن احنا نحافظ عليه ونسلمه للأجيال اللاحقة بكل أمانة وصدق. جمعية قائمة من المؤسسات الأردنية اللي نعتز بها، وخاصة من المؤسسات الشركسية. أتمنى كل التوفيق للهيئة الإدارية، وما أطلب من الهيئة العامة أن يكون سند للهيئة الإدارية كلهم ويعملوا معهم بكل أمانة وصدق حتى نخلص من الضائقة اللي احنا فيها هسه في الوقت الحالي، سواء كانت ضائقة اجتماعية سواء كانت ضائقة مادية، شو ما كان يكون احنا نتعاون نحط ايدينا في ايدين بعض ونتكاتف حتى نخرج هذه المؤسسة اللي نحترمها ونعزها كما نحترم آبائنا وأجدادنا من الضائقة اللي هي فيها حاليا. كل الشكر والتقدير لكم مرة ثانية، وآسف على الإطالة والله يعطيكم العافية.
يا دكتور بتحب دكتور أحمد بوران يعطيك ألف عافية. بما يخص انتخابات الجمعية الخيرية الشركسية المركز، في مجال تعطينا رأيك فيها، وما هي توصياتك للهيئة الإدارية الجديدة بما يخص مستقبل الجمعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم جميعا ونشكر جميع أعضاء اللجنة التي حضرت لهذا العرس الانتخابي الطيب، حيث توفقنا جميعا في فرز هيئة إدارية نأمل أن تكون هي الحل الشافي لقضايا مجتمعنا الشركسي. فلهم منا كل الدعم، كل ما نرجوه أن يعملوا بتناغم ولخير ومصلحة العشيرة الشركسية. فلذلك لهم منا كل الدعم، كذلك لن نقصر في أي شغلة يطلبوها منا، ونحن على الدوام، نحن جنود هذه الجمعية، وسنساهم كل قدر إمكانياته في رفع شأن المجتمع الشركسي، ونحاول أن نعالج قضايا المجتمع الشركسي، وهي بالمناسبة كثيرة. العالم الآن يجتاح تغييرات كثيرة، لا بد أن نتغير ونغير نظرتنا إلى الأمور إذا أردنا لهذا المجتمع الصلاح والفلاح. فشكرا لكم وشكرا على دعوتكم الطيبة، ونرجو للجمعية للمجلس القادم أن يعمل بجهد، وشكرا جزيلا. الأستاذ أحمد أبدة رئيس ديوان شراكسة عمان، الله يعطيك ألف عافية. في البداية كعضو هيئة عامة، ما هو رأيك بانتخابات الجمعية الخيرية الشركسية المركز، وما هو الركن الأساسي الذي يجب على الهيئة الإدارية الجديدة التركيز عليه بما يخص مستقبل الجمعية وفروعها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء احنا بنهني أعضاء الجمعية وبنهني المجتمع الشركسي كلياته بالانتخابات النزيهة اللي صارت، تحسب للإدارة السابقة بالتنظيم والرقي اللي صارت فيها. الله يعطيهم العافية وما قصروا بالفترة اللي كانوا موجودين فيها. بالنسبة للهيئة الإدارية الجديدة، داخلين على ميدان صعب، داخلين على ميدان شهد كثير من التراجع وشهد كثير من اللي ممكن الانقسامات. احنا نتمنى ان شاء الله تعالى انه يكون بامكانهم انهم يتجاوزوا هذه المناطق المشاكل اللي كانت موجوده وينطلقوا لمستقبل افضل باذن الله تعالى. الامل معقود عليهم وهم ما شاء الله قد المسؤوليه، واعطيناهم احنا الثقه على اساس انهم يقوموا بهذا الواجب باذن الله تعالى. بالنسبه للانتخابات بشكل عام كانت جيده، وكان اقبال الناس المسددين عليها كان اقبال جيد كمان، وعكس الامال والطموحات اللي بيفكروا فيها الناس لجمعيتهم. ونتمنى ان شاء الله تعالى انه يكون الامور للصالح العام وللوضع اللي جاي احسن. بنهني الهيئه الاداريه الجديده وبندعي لهم بالتوفيق، وفي عندنا شويه نقاط عالقه صار لها كم من سنه، ان شاء الله يكون يقدر مثل ارض حنوطه، مثل قاعه مسنات، مثل المدرسه، مثل المطبخ الانتاجي. بدهم شويه حلول، بدهم عمل جاد، بدهم ايجاد تمويل، بدهم ايجاد حلول جديه وعمل جاد. ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه هذه، وان شاء الله بيطلع بايدهم واحنا كمان معاهم باذن الله تعالى. نتمنى لهم التوفيق، وشكرا لكم على قناه نار، تغطيه مستمره وتواجد مستمر بجميع النشاطات، بجميع الاحداث اللي عملها بالصور. شكرا لكم، وان شاء الله الى مستقبل قادم افضل باذن الله تعالى.
أستاذ هشام الله يعطيك ألف عافية. بما يخص الجمعية الخيرية الشركسية وانتخابات الجمعية الخيرية الشركسية المركز، ما هو رأيك بهذه الانتخابات وما هي تطلعاتك وتوصياتك للهيئة الإدارية الجديدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للانتخابات الجمعية الخيرية الشركسية اللي تمت قبل أسبوع، الحمد لله تمت بكل أريحية وبكل سلاسة وبكل شفافية، وبعتقد أنه الكتلة اللي نجحت يعني هي كتلة متآلفة واشتغلت منذ فترة على حالها حتى قدرت تنجح بالانتخابات، ونتمنى لهم التوفيق. أهم يعني بالجمعية الخيرية الشركسية هلا في عدة أمور عارفة يعني، والله يعطيهم العافية هذول الهيئة الإدارية الجديدة، يعني في أمامهم كثير من التحديات. بس أنا حابب أركز إنه يركزوا على أمرين، اللي هو مدرسة الأمير حمزة ومطعم سماور. هذول يعني الركنين الأساسيين اللي إحنا دائما نفتخر فيهم، فنتمنى لهم كل توفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا أخوات الحضور للمرة الثانية راح تجيبوا والشباب والصبايا حابين يطلبوا السهرة في الجنب. يوم شلاوة
هذا بالقاعة.